اليوم بنعمل لكم محشي بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذ جدا جدا. بنفرم بصلتين متوسطين وبنحط لهم زيت، مقدار من الزيت قد كوباية كده صغيرة، وبنحط شفشق من الخلاط طماطم نفرمها ونعصرها، ونحط له كمون، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة ملح، أول شيء كمان معلقة سكر عشان تديله طعم حلو. بعد كده بنغسل قيمة كيلو رز، كيلو طماطم تاخد كيلو رز، ونخرط خضرة بقدونس وكزبرة وشبت ونقلبهم مع الرز. بعد كده بتبقى جاهزة عندنا، نبتدي نحشي. نفرد ورق العنب بيكون مسلوق عندنا، وعندنا الكوسة متقورة، وفي حبتين طماطم احنا بنحب نعمله، فلفل. بنفرد ورق العنب المسلوق على اي سطح كده، رخامة او اي سطح خشبي عندك، وتفردي وتحطي عليه او تحطي على ايدك حسب ما تحبي وحسب ما انتي متعودة. انا بحبه افضل على ايدي بسرعة بسرعة كده، وتلاقي التلف وصابع جميل وحلو. وبرضو بنجرب تاني صابع علشان نبقى عارفين الطريقة. من الزوايا بنقفله اكتر من مرة بحيث ان انتي تتعلمي طريقته حلو، او على السطح عادي، الاتنين عادي. بعد كده بنحشي الفلفل، وبنحشي الطماطم برضو، بنشيل قلبها وبنحشي الطماطم. نشيل قلب الطماطم. بعد كده بنقوم حاشينه على طول بالرز ومغطيينها، يعني الجزء اللي قطعناه فوق بنغطيها بيه، وبتبقى لذيذة جدا بعد ما بتستوي. بعد ما بنحشيه كله بنبتدي نحط الشوربة على النار، شوربة فراخ أو شوربة لحمة تكون متظبطة عليها الملح وبرضو معلقة سكر وفلفل ولورا وكل اللي انت بتحبي تحطي عليها. بعد كده لما بتغلي، أول ما بتغلي الشوربة، حبيتي تحطي معلقة صلصة حطي، ما تحبيش ما فيش مشكلة. بعد ما تغلي بتحطي على الحلة اللي موجودة. أنا عملت جزء في يوم والجزء التاني كان عندي عزومة، حطيت الباقي في التلاجة. بحط الحلة عادي في التلاجة، بس أهم شيء قبل ما تسويها تاني يوم أو بعد يومين 3 مفيش مشكلة، بتحط في التلاجة بيبقى جميل جدا. أهم شيء إن انتي قبل ما تسويه لازم تطلعيه شوية يبرد ويستهدى كده، قيمة ساعة، ساعة ونص كده برا، كأنك لسه عاملاه لسه جديد، عشان لا يجلد لو في بتنجان ولا الكوسة ما تجمدش وكده ويبقى طعمه مش حلو. بس بيبقى جميل جدا وطري كأنه لسه عاملاه في نفس اليوم. بس وهي سهل وطريقة وبتشربيه، بس يكون الصف الأخراني ما تحطيش المية تغمريه بالمية بالشوربة، لا بتخلي شوية كده مش عليه المية، مش والشوربة بتحطش على قد المقدار اللي يكفيها. بعد كده بنحط الشوربة. أهم حاجة ما تطلعش لفوق، ما تعداش لفوق، يبقى الجزء اللي فوق ده باين. في حلة تانية اللي كانت قبلها بيوم محطوطة في التلاجة، ده بعد شكله بعد ما استوى، لذيذ جدا وطعمه جميل، بهاراتنا قليلة جدا. وعملنا جنبه في العزومة فتة ولحمة، كنت حاطة برضو اللحمة في الفرن شوية كده بعصير طماطم مع زبدة مع ملح وفلفل، وبتبقى جميلة جدا وطرية حلوة قوي. وبالهنا والشفا، ان شاء الله تجربوه وتلاقوا نفس طعم المحشي بتاعنا بالظبط. كل عام وانتم بخير.